نعطيك تكمل كلمتك بعجالة. نعم. نحن كمجموعة غيورين أو المجتمع المدني في القصرين لم تكن وقتها لدينا النية لإثارة بعض الملفات أو اتهام النيابة الخصوصية ببعض شبهات الفساد، لأن المسألة أو الملفات لم تكن بأيدينا، ولكن كنا نهدف إلى الضغط على السلطات الجهوية أو المحلية أو النيابة الخصوصية لإعادة مباشرة مشروع الحديقة حتى ينتهي في أقرب الأجال، لأنه المتنفس الوحيد لأبناء مدينة القصرين. وحتى بعد يوم من إزالة الزنك اتصل بي شخصيا الرئيس السابق للنيابة الخصوصية، وبعد حديث مطول اتفقنا على غلق هذا الملف نهائيا، ومعناها أعطيته كلمة حر أننا لا نرجو بعد هذه العملية لا إثارة بعض قضايا شبهات فساد ولا نملك معطيات تتحدث في ذلك الوقت. أي السيد ماهر بوعزي. إلا أنهم كانوا يعني موش هو بيدو يعني رئيس النيابة الخصوصية الحالي هو الرئيس العباسي. أي هو الرئيس السابق وقتها في ذلك الوقت معناه كان سي بوعز. كان لا وقتها كان السيد رضا العباسي هو رئيس النيابة الخصوصية، ولكن السيد ماهر بوعزي اتصل به على أساس كونه معناه الرئيس السابق، وعملية مشروع الساحة هو يتعلق أكثر بالسيد ماهر بوعزي أكثر منه بالسيد رضا العباسي. من الجانب الإجرائي معناها نتحدث في علاقته بالبنود، في علاقته بالجمعية الخلدونية، في عملية الإمضاء خارج مداولات المجلس البلدي، وهذه معناها مخالفة قانونية. الجمعية الخلدونية عندها دخل في ملف ساحة شهداء بطبيعة الحال. هي الذي جاءت بالمشروع، والمشروع هو من تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معناها باش نفهموا الصورة ويكونوا السادة المشاهدين يعني في الإطار. ثم بعد أسبوع تقريبا فوجئت بأن شرطة العدلية بالقصرين معناها تعلمني أن قضية مرفوعة ضدي من طرف النيابة الخصوصية، باعتباري كنت أنا إلى الآن المنسق العام لجماعة غيورين. وتم استدعاؤنا جميعا في تهمه معناها غريبه على دوله بعد دستور جديد في فصله ال 139 منه من دستور الجديد يقر للمجتمع المدني بدوره في ارساء الديمقراطيه التشاركيه، وفي دوره في مراقبه تنفيذ برامج الجماعات العموميه المحليه، وفي حقه في مراقبه الوضع السياسي بصفه عامه. ايوه باعتبار الوضع السياسي معناها استغربنا كثيرا، ومن ذلك الوقت قررنا وقتها ان نفتح ملف النيابه الخصوصيه بالقصرين، وأن ندقق في كل ما يتعلق به شبهة فساد، سواء كان في ملف ساحة شهداء أو في ملف مبلاتكس أو في ملف معاينات الكراء للمحلات والعقارات الراجعة بالنظر إلى النيابة الخصوصية. وقررنا أن نفتح ملف الفساد في جهة القصرين، وثم اتصلنا بالسيد عاطف موجود السيد ولي القصرين السابق، وعقدنا اجتماعا بمقر ولاية القصرين وبحضور كل المديرين والمندوبين الجهويين. وكان اليوم تقريبا اجتماع على مدى 6 ساعات تدرسنا المشاريع المعطلة في القصرين بالتفصيل مشروعا وأسباب تعطيل هذا المشروع، أملا المجتمع المدني للدفع بهذه المؤسسات إلى مزيد العمل أكثر للخروج من هذا ملف الفساد وملف المشاريع.